الناس تجريبي علاش هذا التجريبي هذا غير فيه عليه هذا. واش هو تيعطي لا نوت ديالو تيقول له رسبتي عندكم دابا 15 يوم وتقول لي تجريبي؟ المصير ديالهم غادي يدوزوا لا دوزيام اكزامان وهنا، ولكني غتبقاو النقطه نشوفوا الوكاله الوطنيه للسلامه هي الام. واش فهمتي لها ناقصه شنو غادي دير؟ قال لي غادي تاخذ. دوزنا بزاف راه صعيب هذاك الشيء. شنو يبقى اخويا؟ صعيب هذاك الشيء بزاف، الاسئله فيهم الغموض بزاف، يعني واخا تكون ما عارف كاين اسئله فيهم الغموض بزاف. ربعه الاختيارات كلهم صحاح وهما كيقول لك خاصك تختار غير ثلاثه، يعني راه صعيب داك الشيء. دابا اما تحت هذاك الشيء اللي كاين، شو هذاك الشيء انا كنحفظ الناس الكل، داك الشيء اللي كاين في المدرسه راه ما كاينش. اذا واخا نحفظوا بنادم، واخا هذيك المنصه اللي عطاونا انا شفتها ما فيهاش هذاك الشيء. هذا الشيء اللي دوز دابا ما كاينش نهائيا. المنصه واش وي السلام عليكم وتحيه للجميع، وكنشكروا المنابر الاعلاميه كامله على الالتفاته اللي دارت اليوم في جميع المدن ديال المملكه في هذه الطامه الكبرى اللي نزلت بينا. فيما يخص السؤال ديال يعني في حاله ما الكونديدا هو المتضرر الاول مشى ورفع دعوى قضائيه، اول حاجه يرفع دعوى قضائيه. ما كايناش في العالم شي شخص كيدوز امتحان في شي مؤسسه، لا مؤسسه اكاديميه ولا جامعيه، ويسقط وما يشوفش الورقه ديالو فاش سقط، لان اغلب المترشحين اللي خرجوا تيقول لك انا جاوبت على كلش، اذا انا فاش سقطت ولو انك تعطيني الراتراباج المره الثانيه انا ما تايقش في راسي، لان داك الشيء اللي جاوبت عليه راه كله صحيح. اذا شنو هو الغلط اللي عندي؟ هذا من جهه. من جهه ثانيه هذاك المترشح الا مشى لدعوى قضائيه غيمشي عندي انا كمؤسسه، لان العقد اللي عنده معايا انا، وفي اللحظه اللي غيجي عندي انا كمؤسسه غادي داك الدعوه غادي ندير لها ترونسفير للاداره، لان ما عطاتنيش باش نخدم معاه، عطاتني واحد المقرر كنقريه له. اذا في اللحظه اللي دخل هو ودوز الامتحان وقالوا له بانك سقطت، عطيني الورقه ديالي فاش سقطت، راه لا يعقل.